شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبو العباس بن تيمية مضرب مثل في هذا الباب. يعني عمر شيخ الإسلام كم؟ إذا قلت 40 و28 68 سنة. إذا قست عمر شيخ الإسلام بمؤلفاته فقط، دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وتضحية الشيخ، بمؤلفاته تجد الشيء الكثير الذي لا يتصوره من يقيس بالأرقام. يكتب الكتاب في جلسة، فتوى في 230 صفحة يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها. 230 صفحة. الحموية بين الظهر والعصر، ناس يدرسونها سنين. ما الذي أوصل شيخ الإسلام إلى هذه المنزلة؟ همة عالية، بذل في وقت الطلب مع صدق وإخلاص الله جل وعلا جعله يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء. كتب لشيخ الإسلام أنا أتصور أن شيخ الإسلام ما جلس شهر على نقض التأسيس، وفي تحقيق الكتاب 40 سنة ليحقق الكتاب. كيف يحقق؟ يعني تقابل نسخ ويعلق عليه، الأصل موجود. نعم، يعني المبنى عظم، يحتاج إلى تلييس ويحتاج إلى تركيب، بس تحقيقه يحتاج إلى 40 سنة. كيف 40 سنة؟ حققه 8 وكل واحد 5 سنوات. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. هذا جاء من فراغ. كتاب العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب عندنا أناس أئمة في باب الاعتقاد يطون مئات الصفحات من غير نظر، ما تفهم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قرأنا كتب شيخ الإسلام وذهلنا من السرعة في الكتابة وسيلان الذهن وترابط الكلام والاستطرادات ويمين ويسار. المقصود أن هذا أمر مذهل. سببه إيش؟ الإخلاص والهمة العالية. تقرأ مثلا في منهاج السنة وصيتي لطالب العلم في المجلد الأول 300 صفحة لا يقرأ، يخرج منها بخفي حنين، وفي السادس قريب منها كلام فوق مستوى كثير ممن ينتسب إلى العلم. وسببه ما ذكر. وشيخ الإسلام تفرغ للعلم ونذر نفسه للعلم، لكن العمل أمرنا بالاستعانة بإيش؟ بالصبر والصلاة. شيخ الإسلام معروف بعبادته. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. يذكر الله، هذا يستعين به على الفهم، يستعين به على الحفظ. يعني لا تستطيع أن تأتي بسالب فقط أو موجب فقط وتريد إنارة. لابد من الاثنين، لابد من علم وعمل لكي تدرك العلم وتستعين عليه بالعمل. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوة